نولوا شبه عملاء. انا رفضت. وهذا عبدو، هذا هو اللايف، هذا هو الفيديو ياك عبدو. العيايده هذا هو، انا نعرف لابوا تاعو، سمعته من قبل. كاين شخص في وسط الجماعه وراه معروف، هو اللي كان عامل تاع المخابرات الجزائريه. ممكن ما نعطيش الاسم لانه هو لحد الى يومنا هذا راه داير باللي ما على باليش به. نعرف. وما كانوا زوج اشخاص، شخص واحد قتلوه في ايطاليا، قتلته المخابرات الايطاليه. والسبب عن ذلك علاش قتلوه؟ لان الاخوه هنا في الجزائر قتلوا 4 ايطاليين، خضعوا الصعر في الاخ مش كيكدا. كي نقول مش كيكدا ربما كان اشخاص يعرفوا مباشره الاسم نتاعو، ما نذكرش اسمه، مازال النهار باش نذكر هذه الامور. المهم لما لحق الخبر المخابرات الجزائريه وفضوا خالد نزار، وخالد نزار ها هو يذكر الامر في المذكره نتاعو. لا داعي باش نعاود يعني كل التفاصيل، ولكن هو يقول باللي العيايده ساوب لي حسن تاني باش يعطيني العيايده من الصحراء الغربيه، ما قبلتلوش، فاذا به سلموه لنا. كيفاش سلموني انا؟ كاينه حاجه بين خالد نزار وحسن الثاني ما عرفتش مين يذكرها. دابا ياك يقول لنا عبدو على ان خالد نزار باع الجزائر عند الحسن الثاني، قدم شي حاجه للحسن الثاني باش عطاو العيايده. فهمتي كيفاش باع؟ ما فهمتش واش باع. انت اسمع شنو حسن الثاني باش يعطيني العيايده من الصحراء الغربيه، ما قبلتلوش، فاذا به سلموه لنا. كيفاش سلموني انا؟ كاينه حاجه بين خالد نزار وحسن الثاني ما عرفتش مين يذكرها هو، ولهذا اقيل من منصبه. لما قال لك على ان خالد نزار، سمعت باللي خالد نزار كاين حاجه بينه وبين حسن الثاني، معناتها باه سلم العيايده. دوك الحاجه هذه ما نعرفها لا انا لا انتيا. ولكن اخويا يعني في نظرك شنو يكون اللي سببها اقيل من منصبه؟ والله ما نطيق نقول لك، انا ما مانيش نتمكن في السياسه. ما يقدرش يكون عميل ديال المروك؟ ما شكيتش، لا امبوسيبل. خالد نزار نكملوا الفيديو. اسمع الشيخ. من منصبي خالد نزار لم يقال في 94، يقول باللي خرج في 94 يعني خرج للتقاعد. هو خرجوه في 5 جويلية 93. كنت انا مازال موجود في المغرب لما نحاول، لاني انا ما جابونيش من المغرب يعني مباشره لهنا، يعني في شهر ولا شهرين. جابوني في اوت 93 وبينوني في 29 سبتمبر 93، يعني تقريبا شهرين 58 يوم. انا السؤال نعاود نطرحه لخالد نزار، وهو كما ما يخفالكش قضيه لما بينوني هنا الجزائر في 29 سبتمبر، ما يخفالكش باللي تاريخ المصالحه اللي دارها بوتفليقه دارها في 29 سبتمبر. هنا تولي نقطه استفهام. انا المهم انا نطرح السؤال لخالد نزار، نقول له لماذا اقلت من منصبك ورحت للتقاعد؟ هذا من باب. وكيفاش حسن ثاني ساوي بيا الصحراء الغربيه ومن بعد ما عطاو له والو وعطاني مدني ليهم، يعني ما عطاو له والو. انا نستبعد باللي ما كاين والو. والامر الاخر دابا اشرح لنا اخي، لان العيايده اللي قال لي كنت في القصور وسميتو نفسه كيقول لك على ان خالد نزار هو العيايده سلموا العيايده. قال لك كاين حاجه بين خالد نزار نعم. الثاني. اش تكون هذه الحاجه اللي خالد نزار ما نطيقش نقول لك، انا ما نطيقش نسيد لا نتهم الحسن الثاني ولا نتهم خالد نزار، باسكو الفي زوج راهم عند ربي سبحانه. ولكن انت اتهمتي الحسن الثاني. انت راك اتهمتي الحسن الثاني. قلتي لا قلت لك على العيايده قال، ماشي انا قلت. ورا العيايده براسو قال، العيايده براسو. اخت كريمه هذا العيايده ارهابي، وانت خديتي بكلامه، وانت خديتي بكلامه. بصح كان شوف هو راه يحكي وكان في المغرب
لو كنت في المغرب. بغيت نسولك دابا انا جبت لك الروايه ديال خالد النزار كيقول لك على انه غير هرب للمغرب من عندنا وتشد من بعد 6 ايام، حنا كنا حاضرين والمغرب ما كانوش عارفين على انه كان في المغرب. السلطات المغربيه ما كانتش عارفه ان عندهم ارهابي، عارفين العيايده كمواطن جزائري ولكن ما عارفينوش ارهابي، يعني يدخل صح. العيايده في الاخت الكريمه، العيايده قال لك انا كانوا عاطيني كاع الامكانيات تما، حتى لي فواتير عاطيني لي فواتير. قال لك على ان خالد نزار بينه وبين الملك شي حاجه، وهادشي علاش اوقيل. لكن ناخذوا الكلام ناخذوه كامل، لان هذيك العيايده اللي قال لك انا كانوا عاطيني صلاحيات كيقول لك على ان خالد نزار بينه وبين الحسن الثاني شي حاجه وتمت اقالته بسبب، بمعنى انه عامل خائن للجزائر. وتخيل معايا ان وتخيل انا معاك، انا يقدر يكون الملك يقدر يكون الحسن الثاني دير العيايده عامل كان كيدعمه، ولكن كذلك كان كيدعم سميتو يعني الجيش الوطني الشعبي. دابا السباعيه المغرب كان نزار كان عامل والعيايده كان مجندو بجوج بهم. نعم كان مجند الارهاب ومجند على حسب كلام السبعيه، على حسب كلام العيايده عليها نزار كانوا اتهموه بالتخابر ضد دوله اجنبيه وعطاوه 20 عام الحبس. على حسب كلام العيايده، على حسب كلام العيايده ان نزار عامل، هادشي اللي كان السبعيه. ما تاخذوش اللي بغيتو وتخليو اللي بغيتو الجزائريين. انا عاد فهمت علاش حكموا عليه ب 20 عام. عاد فهمت علاش حكموا عليه ب 20 عام، انه كان كيتخابر مع دوله اجنبيه. مع ان الدوله الجزائريه لم تتهم المغرب بالتخابر لا مع العيايده ولا مع نزار. ما كانش اتهام، ما كانش اتهام من الدوله الجزائريه، ولكن ما كانش اتهام رسمي. ما كاينش اتهام رسمي. اذا كان عندك اخويا تقدر تشدوني. لا ما قلتلكش، انا ما قلتلكش، قلت لك العيايده واش حكى. العيايده ما تحاكمش على انه عامل لدى دوله اجنبيه. هو يقول معليش سمحي لي اختي، اسمعي مليح. انا تبعنا الفيديو تاع العيايده كان يحكي قال لك كانوا عاطيني امكانيات في هو قلت لك راه نفسه قال لك على انني خرجني، اعطاني الحسن الثاني بمقابل ما هو المقابل اللي مدو خالد نزار اللي على قبله انه احيل الى التقاعد. واش المقابل هذا؟ كون كاين مقابل كون بان راه تحل التقاعد، ياك تحل التقاعد من وراه. معليش في الفيديو كيقول لك ان خالد نزار رفض البوح باللي هذاك الشيء. دابا خالد هذا تمت اقالته. دابا خالد نزار هذا العامل اللي ما قدرش الجزائر تفضحه، كنشوفوا على ان الجزائر في 2020 تستقبله استقبال فاتحي، مع انه هو السبب وكان عامل لدى المخزن المغربي، كان اللي هو على راس الجيش الوطني الشعبي. والله ما نقول لك انا كان عامل ولا كاش عامل، دونك انا فهمتك واش سمعت انا. لا ما خويا شوف، داك اللي قال لهم انا كنت في القصور، سمعني، داك اللي قال لهم انا كنت في القصور في المغرب، قال لهم خالد نزار اعطى مقابل للمغرب، وهذا الشيء علاش خرجته. مدام خالد نزار حكى من بعد قال لك الحسن الثاني ساومني بالعيايده على الصحراء الغربيه. هذه سمعتيها ولا سمعتيهاش؟ سمعتها. والله هذه كاينه. هادشي اللي قال العيايده. انا اش قلت لك ما بغاش الصحراء، ولكن عطى شي حاجه اخرى. اسمع اش قال لك. حاجه اخرى ما على باليش واش حاجه اخرى، مانيش عارف. اللي سمعتها انايا باللي خالد نزار سمعت على العيايده وسمعت خالد نزار. انايا شوف عبيد انا ما كيلزمني لا خالد نزار لا العيايده، انا مغربيه. انما خالد نزار هو رئيس هو وزير الدفاع ديالي، ولا العيايده كان عندي ارهابي. انا ما كيلزمني حتى واحد فيهم. اوكي، في الدوله المغربيه ما كيلزمني حتى حد، ولكن انت كيلزمك واحد فيهم. يا تسمع كلام العيايده وتكذب كلام خالد نزار اللي كيقول لك ان المغرب ما كانش في خباره على ان العيايده دخلها 6 ايام وشدينا غير من وجده، ما شديناه من حتى بلاصه. اولا
تقول لي على يلزمك لا، كلام العيايده اللي قال لك كنت في القصور وكيقول على خالد نزار انه خالد نزار يحكي في المذكرات تاعو على حسب ما سمعت انا، يقول لك بلي اتصل بمسؤول مغربي اتصل انا نعطيك شوف اي والله اسمعني، انا نجبد لك خالد نزار كيقول لك كيفاش كان هما مراقبينه داخل الجزائر، ماشي غير في انا جبت لك. انا ما كاينش كومنتير. انا نجبد لك خالد نزار. اوكي هو نجبد لك الفيديو من الاول، نقيدو التصويره. دابا يا اما غتاخذ بكلام هذا ولا كلام اخر، وغتاخذ جميع الكلام ديالو، ما تاخذش اللي بغيتو اللي غيخدمك انت. نرجعو من الاول الطريق ديالو كامل غتاخذ. احنا حكينا في سابقا على قضيه استقالة الشاذلي وكل ما تم خضعناها، لكن الجزئيه الشخصيه كانت عملت عندها دور، يعني هو العياده. صحيح. طيب واش حكيتك مع العياده؟ هل انت اللي جبته من المغرب؟ كيفاش تم ترتيب هذا الشيء؟ قصة طويلة تاع العيادة، هي لا نقصرها، ولكن مليح نمس لافير الاخرى تاع سي لازم نحكيها. بون العيادة، انا كنت هنا في الجزائر، جاني جنرال اسماعيل العماري مسؤول الامن الداخلي. هو والعماري كان رئيس اركان. جاو عندي قالوا لي رانا عرفنا مكان تاع العياده، وانا درنا مجموعه راهم يحرصوا عليه، معناتها كل شيء نستناو كاش ما يزيد يجيو جماعه يجتمعوا معاه وكل شيء كوراجير. سد المايك عبيد. هذه خدمتها، ما ندخلش في الديتاي، سي لو ترافاي معناتها. ومن بعد جاني اسماعيل واحد 3 ايام من بعد، قال لي راهو اختفى. قال لي اختفى. كيف اختفى؟ قال لي اختفى. واش تحب؟ سمعتي وكل شيء. تم تحديد مكانه هنا في الجزائر، في جهه اير دو فرانس. العاصمه القرب. هذه اختصاصيه قال لك تم تحديده في اير دي فرانس في الجزائر العاصمه. سمعتيها عبيد؟ مراقب مع الجزائريين وكلفوا مجموعه. سمعتيها عبيد واش كتسمع؟ سمعت كملي بصح كملي. نكمل غير اسمع. هو اللي كان شرف على العمليه اللي كانت ضد تاع القنبله اللي وقعت العياده، محاوله الاغتيال. محاوله الاغتيال. فوالا. انا سامح له، ربي لا يسمح له، هذيك حاجه اخرى، مانيش هو اللي يعرف واش يدير. بون هذه العمليه يعني تعرف باش ندوزو على هذه القضيه ديال محاولات باش ندوزو باش يرجع بعد نوتر فان وطلبت كيس معناتها وكل شيء تاع العصا، يعني كنت تعرضت على رمي كي جا طبعا انت نفيت هذا كامل. نفيتها لا توفات والله كيدير على هذا لو بس رجعت من العمليه وكل الدول اليوم بعد العلاج اختفى. قال اختفى. سمعتي وكل شيء نوعا ما صافا ان بو ميو. نعاودوا نقولوا هذه نعديو عليها دوك العياده. قلت لكم قال لك اختفى. قال اختفى. سمعتي بعد 3 ايام ولا 4 قال لي اختفى. هاتي مصيبه. ومن بعد حكاو لي قالوا لي راقبنا حتى كي سمعنا تكلم لهم العياده، تكلم بالشفره، فهموا باللي قال جيبوا الكلاش نتاعي. وجماعه اللي كانوا يعسوا عليه شافوا الكلاش في الكاميرا ماشي وديناه له. هذه يبين لكم باللي لي سيرفيس كونتي ترافاي عندهم خصوصيات، يخدموا في نطاق اعمالهم. لازم تعرفوا باللي بالنسبه في وقت الثوره نفوتوا هذه ديال وقت الثوره باش سيرفيس فرنسي اون تاكسبتي
دو بارتيكولي ما خصوش الواحد يدخل فيه. وعلى هذيك انا نقول باللي هذه الحكايه تاع حسن ومانيش عارف كل شيء هذا تدخل في نطاق خاص. في نطاق خاص. القضيه تاع العياده مهمه نعرف التفاصيل. بون لما اختفى بعد جاوني اسبوع ولا 6 ايام قالوا لي خلاص راهو موجود في وجده دون ان اوتيل وجده في المغرب. في المغرب دون ان اوتيل وجده. واش نديرو؟ اجتمعنا قال واش نديرو؟ سكر الباب. قلنا نجيبوه من وجده سهله بيان سور. ما دير ازمه دبلوماسيه لا ما نجمو نديروها بغير ازمه دبلوماسيه. كاين اسلوب الاسلوب ولكن فضلنا جار نعلموه الجار احسن لان كان سوا قلنا احسن نعلموه فانا اللي عيط الديس بصري وجدنا سمعتي بكل الوثائق كل لان زياده على العياده كاين مراكز تاع السلاح اللي كانت تدخل للطوره لا الجبال هنا عندنا الجماعات هنا في الجزائر كانت تجي تدخل سمعتي وكانت بعض الاماكن اللي كانت موجوده فيها السلاح يقيل زوج والله اللي كانت موجوده فيها السلاح يقيل زوج والله 3 اماكن. واخذها حتى لي فوتو تاع العياده سمعتي وكل شيء لي رونسيلمون لي زانفورماسيون خدام معاه لي ديبو دارم اللي موجودين تما والبينيسيون وكل شيء. بغيت نسولك عبيد طالما المغرب كيعرفوا علاش خدا المعلومات والتصاور ديالو؟ واش نتصور؟ قال لك خدينا لي فوتو والمعلومات وكل شيء لي فورماسيون على لا ماشي السلطات. اسمحي لي اختي الكريمه راه يقول لك ماشي السلطات المغربيه قال لك اتصلت بدريس البصري. هذاك اش كان كيمثل دريس البصري اش كان كيمثل في المغرب؟ والله ما على بالي هذاك رئيس حكومه وزير الداخليه المسؤول على الامن. معليش الجزائر كيف على بالها باللي العياده او في المغرب؟ لان كانت تبعاته المغرب دخل كمواطن عادي حنا ما عارفينوش ارهابي يا خويا. سمعي تبعاتو كيف ما يقولوا تبعوه كيف يقولوا سيكوريتي الجيريان. دخل فين دخل والله وين دخل سي بون خلينا نكملوا واش يقول. فين مشى؟ لا قول لي فين مشى؟ راح لوجده. يعني كان في وجده. يعني كان في وجده. دابا قول لي الامن الجزائري والمجموعه ديال دارس الجزائريين اللي كانت كيفاش علاش خلاتوه سلك منا ودخل لوجده؟ ما جاتهم معلومات دوك اللي كيخدموا هذا لا قال لك حطينا عليه مجموعه من اللي كان في الجي قال ولا لا؟ باش يحوسوا عليه هرب لهم. حطينا عليه مجموعه واختفى ياك؟ اختفى وبعد حوسوا عليه لقاوه هرب لوجده لان الحدود مفتوحه. المجموعه اللي كانت كتراقب فيه علاش خلاته اختفى من عندها؟ وهرب لوجده لان الحدود مفتوحه. اسمع عبيد سمعني اش نقول لك. شي ملي يدخل لوجده يدخل على اساس مواطن. واش كانت مديوره فيه مذكرات دوليه بانه جبديله كانت مدايرين فيه مذكره دوليه الجزائر انه ارهابي جبدها. وين هذا؟ على واش؟ على العياده. على العياده باش حيت لا دخل الحدود المغربيه باسم ما كانش مذكره يعني دخل على اساس مواطن عادي. المغرب ما عارفاش ما كيش فهمتني. معناتها لا سيكوريتي الجيريان كيهرب لهم زادوا حوسوا عليه باه قبضوا بلي راه في وجده. هذا ما كانش يعني المغرب ما عليها والو دابا دخل على اساس مواطن عادي. واش يقول خالد نزار الاخت كريمه؟ واش يقول خالد نزار؟ قال لك اتصلت بادريس البصري. ولكن العماري علاش غادي كملي واش لا نرجعوا العماري باش غادي قبل لا يتصل. شكون اللي اتصل؟ لا قبل لا يتصل قال لك انا وجدت العماري بملف يديه معاه باه يشوفوا. سي نورمال. الدوله مع لان الدوله مع دوله سي نورمال.
لا 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 الجبال هنا عندنا الجماعات هنا في الجزائر كانت تجي تدخل سمعتي، وكانت بعض الاماكن اللي كانت موجوده فيها السلاح يقينا 2 ولا 3 اماكن. واخدها حتى لي فوتو تاع العياده سمعتي وكل شيء، لي رونسيلمون لي زانفورماسيون خداهم. سمعتيها؟ سمعتيها؟ سمعته. يلا لي ديبو دارم اللي موجودين تما والبينيسيون وكل شيء وداهم كل شيء معاه. عيطت انا لديس البصري عايش نسقسيك قلت له يقول لي ديبو دارم معناتها ما كانش غير كان هاد لي بو دارم قالها قالها سلامات واحد دقيقه قال لك اللي على الحدود. اسمعني انا معاك. هاد لي بو دارم اللي قالها من وقت. اسمعني خليني نتكلم. قصدي هاد لي بو دارم اللي قال من وقت الثوره. لا قال ديال الثوره، قال ديال الثوره هذوك قال ديال دي الثوره بروغرام تاع الثوره. قال لي كانوا كيدخلوا من السلاح ديال الثوره ياك. قال من وقت الثوره. نكملوا اخي. سي دريس قلت له حبينا نبعثوا لك جنرال اسماعيل، يعرفوا بعضهم هما جنرال اسماعيل، هو كان في لابوليس بكري دونك يعرفوا. طب جنرال اسماعيل مشكلة امن يخصنا. قال لي واش من مشكل امن؟ قلت له مشكل امن يخصنا، يخص المغرب ويخص الجزائر، وراو كي يجيكم اسماعيل راهو يفهمكم. قال لي نعاود نرجع لك.